فالفكرة ظهرت ازاي؟ ويعني ايه اصلا كمبيوتر فيروس؟ وهل فيروسات الكمبيوتر زي الفيروسات اللي بتصيب الانسان؟ زي ما قلت لك فيروسات الكمبيوتر كفكرة مش جديدة، لكن اول شخص اخترع برنامج كمبيوتر وسماه كمبيوتر فيروس كان فريد كوهن سنة 1983 في كلية الهندسة في جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة. فريد صمم أول برنامج بيعمل نسخة من نفسه وبيعطل الكمبيوتر عن العمل، يعني فجأة تلاقي الكمبيوتر كده هنج واتشل عن العمل ومش بيستقبل أي أوامر حرفياً. طبعاً الكلام ده كان أيام الشاشة السوداء أو الدوس وأيام الفلوبي ديسك، ما كانش لسه بقى فيه ويندوز ولا حتى إنترنت بالشكل اللي أنت بتستخدمه دلوقتي. فريد كوهن صمم البرنامج ده كتجربة داخل الجامعة في مادة الكمبيوتر اللي كان بيدرسها له البروفيسور ليونالد أدلمان. بالمناسبة بروفيسور أدلمان واحد من أهم علماء الرياضيات اللي ابتكروا خوارزميات التشفير المعروفة باسم RSA، وليونالد أدلمان هو اللي سمى البرنامج اللي عمله فريد كوهن كمبيوتر فيروس أو فيروس الكمبيوتر. الحقيقة إن دكتور فريد كوهن باختراعه لكود فيروس الكمبيوتر في البحث بتاعه وتجربته ليه فتح الباب لعالم كان مجهول على الأقل على مستوى الناس اللي شغالة في الكود والبرمجة. والموضوع ليه حكاية لطيفة جدا كمان مع وكالة الأمن القومي الأمريكية. لما دكتور كوهن كان بيعمل البرزنتيشن بتاع البحث كان حاضر حد من وكالة الأمن القومي الأمريكية. بعد ما خلص فريد كوهن البرزنتيشن المسؤول في وكالة الأمن القومي قال: أنا لو كنت عارف بقى إنك هتقول الكلام ده في بحث علمي ما كنتش سمحت إنك تعمل البرزنتيشن. فرد عليه فريد كوهن وقال له: ما هو عشان كده أنا ما قلتش تفاصيل البحث في الأول غير لما أعرض البرزنتيشن. المهم يعني بعدها فريد كوهن اشتغل مع وكالة الأمن القومي ووزارة الدفاع الأمريكية وعمل تجارب تانية كتير جدا. من يومها وبقى فريد كوهن هو الأب الروحي لفيروس الكمبيوتر. الراجل ده الحقيقة أسطورة في التنبؤ بالعالم اللي احنا عايشينه مع فيروسات الكمبيوتر دلوقتي، لدرجة انه كان متنبئ في البحث اللي عمله من سنة 1983 انه صعب جدا يكون في برنامج يقدر يكشف كل الفيروسات اللي هيتم ابتكارها بعد كده. وطبعا انت دلوقتي متخيل الكلام ده من كمية الفيروسات والبرامج الخبيثة اللي عمالة تطلع كل يوم. المهم زي ما قلت لك في الأول إن فكرة الكمبيوتر فيروس مش جديدة، وهي كمان موجودة قبل البرنامج اللي عمله فريد كوهن سنة 1983. عالم الرياضيات جون فون نويمان اللي ابتكر أساساً التصميم الخاص بالكمبيوتر عمل محاضرات من سنة 1949 اتكلم فيها عن إزاي ممكن يتم عمل برنامج كمبيوتر قادر على إنه ينسخ نفسه أو يعمل نسخ من نفسه بدون تدخل البشر. يعني لو بنتكلم عن الأب الروحي نظرياً لفكرة فيروسات الكمبيوتر أو البرامج اللي ممكن تنسخ نفسها بنفسها فهو جون فون نويمان، وزي ما قلت لك من سنة 1949. أنت متخيل؟ لكن يبقى فريد كوهن هو اللي حول النظرية دي لشيء عملي واخترع فعلاً الكود اللي بينسخ نفسه وبيعطل الكمبيوتر عن العمل، وبكده يبقى اخترع فيروس الكمبيوتر اللي بيشتغل بنفس فكرة الفيروس البيولوجي، فهو بينسخ نفسه برضه وممكن يسبب خسائر كبيرة زي الأمراض والإعياء وحتى الموت، بس في الحالة دي لبرامج وأجهزة الكمبيوتر. لكن زي ما قلت لك برنامج فريد كوهن أو فيروس فريد كوهن كان في بيئة معزولة وكان مجرد تجربة على بحث علمي، وهنا الموضوع بقى كان لسه ما وصلش لمرحلة الجريمة والوضع اللي احنا عايشينه لحد دلوقتي. نرجع تاني بقى للنظرية. انت عارف ان أبحاث وأفكار فون نويمان اللي اتكلمت عن البرامج اللي بتنسخ نفسها دي ناس كتير حاولت تطبقها في الواقع وتنقل ده لتجربة عملية، ودي كانت أول مرة في تجربة عملتها بيل لابس سنة 1961. سنة 1961 مجموعة من المتخصصين في الرياضيات والكمبيوتر وعلى رأسهم فيكتور فيستوفسكي ودوغلاس ماكلروي وروبرت موريس الأب، وياريت تخليك فاكر الراجل ده. طبعا هتقول لي وده أبو مين بقى ومين الابن بقى؟ دي حكاية مهمة هحكيها لك كمان شوية، لا تقلق. المهم الثلاثة دول اشتركوا في لعبة كده للكود كان اسمها داروين، وكانت الفكرة انهم يعملوا تطبيق عملي لنظرية فون نويمان، يعني ازاي يخترعوا برنامج بيتصرف لوحده وينسخ نفسه لوحده زي الفيروس بالظبط. المهم التجربة دي اتعملت على أجهزة IBM مين فريمز العملاقة وقتها، وفضلت بقى تتطور على أجهزة تانية لحد ما وصلت للماك. بس عموما وبالرغم من انها كانت محاكاة فكرة الفيروسات او البرامج اللي بتنسخ نفسها في الكمبيوتر، لكن استخدامها ما كانش لسه واصل لمرحلة الضرر. الغريب بقى ان في السبعينات في القرن اللي فات وتحديدا 1969 كاتب الخيال العلمي جريجوري بنفورد ذكر وصف وكلمة فيروس الكمبيوتر في رواية اسمها The Scarred Man، بتحكي حكاية مبرمج ابتكر كود بيدور على أجهزة الكمبيوتر وكل ما يلاقي كمبيوتر ينسخ نفسه تلقائيا، والبطل في القصة دي سمى الكود ده فيروس. الغريب برضو ان في السبعينات وتحديدا 1975 الكاتب جون برانر ألف رواية ساعتها سماها The Shockwave Rider. الرواية دي كان فيها تنبؤ بحاجات كتير جدا زي فكرة فيروسات الكمبيوتر، وسماها في الرواية ديدان الكمبيوتر أو وورمز.
ناس عجيبة يا أخي بصراحة، واحد متنبئ بفيروسات والتاني متنبئ بالديدان. مرة تانية أنا حابب أفكرك إن الناس دي تنبأت بالفكرة وسموها فيروسات الكمبيوتر وديدان الكمبيوتر، وإن هيبقى ليها فاكسين زي الأنتي فيروس كده، والكلام ده من زمان جدا قبل حتى ما يبقى فيه برنامج واحد للكمبيوتر ينفع نقول عليه فيروس زي اللي ابتكره فريد كوهن سنة 1983. لكن بما إننا بنتكلم على كل التجارب اللي اتعملت لحد ما وصلنا للي احنا فيه دلوقتي، فمحتاج برضو أفكرك إن في الستينات والسبعينات كانت الإنترنت اسمها ARPANET، لأنها كانت تجربة أو مشروع لوزارة الدفاع الأمريكية. ولو ما اتفرجتش بقى على حلقة تاريخ الإنترنت، يا ريت تدور عليها على صفحتنا على فيسبوك أو على يوتيوب وتتفرج عليها. في الفترة دي واحد من المهندسين على الشبكة دي اسمه بوب توماس، وتحديدا سنة 1971 عمل برنامج كده اسمه كريبر، بيدور على الأجهزة المتصلة بشبكة ARPANET وينسخ نفسه عليها، وبيظهر على الشاشة ساعتها رسالة بتقول I am the creeper, catch me if you can. لكن بما انها كانت شبكه للتجارب العلميه وقتها، فكان في برنامج اسمه ريبر برمجه راي توملسون عشان يمسح برنامج كريبر اللي بيطلع الرساله اللي قلت لك عليها دي، وبكده بشكل غير رسمي يعتبر الاب الروحي لفكره الانتي فيروس. بالمناسبه هو اول شخص يخترع الايميل على شبكه ARPANET اللي بقت الانترنت بعد كده. لكن الحقيقه ان كريبر برضو ده ما كانش فيروس كمبيوتر ضار بالمعنى اللي موجود دلوقتي، وما كانش اسمه فيروس اصلا، لكن الفكره بتاعت ان برنامج يتصرف لوحده وينسخ نفسه من جهاز للتاني كانت موجوده. يمكن الفكره دي هي اللي خلت واحد زي جون برانر يستخدمها في الروايه بتاعت ذا شوك ويف رايدر، ويكتب عن خطوره ديدان الكمبيوتر والمستقبل اللي بينتظر البشريه مع تطور الافكار دي. واضح ان كان عنده حق. تخيل كمان في سنه 1973 اتعرض فيلم اسمه ويست وورلد، فيلم خيال علمي يعني، كان بيتكلم برضو عن أفكار خاصة بالكمبيوترز والفيروسات بتاعة الكمبيوتر والمشاكل والأعطال اللي ممكن تعملها في عالم المستقبل. الحقيقة أن أفلام الخيال العلمي مش منفصلة عن واقع المجتمع بتاعها، ويمكن الأفكار اللي حكيتها لك كانت ملهمة للروايات والأفلام ده. لكن السؤال هنا، يا ترى إمتى ابتكار أو تطوير برامج بالشكل ده بقى جريمة؟ ومين أول شخص اتحاكم على تطوير فيروس الكمبيوتر؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أهلا بيكم. زي ما شفنا